شوف اللي حصل في الإسماعيلية واعرف ازاي مصر وقفت وقفة رجالة. عناصر أجنبية دخلوا مصر بتأشيرات سياحية من بلاد زي تركيا والجزائر، وكلهم معاهم جنسيات أوروبية. الصبح اتحركوا ناحية سيناء، هدفهم يوصلوا لمعبر رفح علشان يفتحوه بالقوة ويدخلوا أهل غزة، بس الأمن المصري وقفوا، ولما اتسألوا عن هويتهم اتجننوا وبدأوا يعتدوا على القوات ويحاولوا يكسروا الكمين بالقوة. والمفاجأة لما الأهالي حاولوا يتكلموا معاهم رشقوهم بالحجارة والمية، بس المصريين رجعوهم لأصلهم وردوا عليهم بالأدب الشعبي المعروف. اللي حصل ده مش صدفة، دي كانت محاولة تخريبية، لكن مصر كانت صاحية ومستعدة. ناس بتتسلل من ورا ظهرنا علشان تولع البلد. قول رأيك في التعليقات، لو انت في مكان القرار كنت هتتصرف ازاي؟ ليه سمحنا ليهم يدخلوا؟ الناس بتسأل ازاي الاشكال دي دخلت من المطار. هقول لك بكل بساطة، دول جايين بتأشيرة سياحية، يعني مفيش مانع رسمي. بس المفاجأة الدولة كانت عارفة نواياهم قبل ما يركبوا الطيارة. الموضوع كان تحت الرقابة من الأول، بس لو اتقبض عليهم جوه المطار كانت هتحصل فوضى وهيتشوه المشهد. فالدولة سابتهم يدخلوا براحتهم لحد ما اتزنقوا في كمين الإسماعيلية واتربوا ترباية محترمة. الدماغ المصرية اشتغلت صح، جمعنا عنهم كل الداتا وترحلوا من غير وجع دماغ. ومش بس كده، دول اتمنعوا انهم يدخلوا البلد دي تاني.